أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين. ما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. مهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا اساتذه، للعام الثاني على التوالي بنعمل الحفله دي. عملناها السنه اللي فاتت، عملناها اساتذه مصر السنه اللي فاتت، تكريم وتربيه بي اسامه. العام الثاني على التوالي بنكرم كمان 3 طلبه، الاستاذ تقليد الاولى على المحافظه، محافظه الجيزه، والدكتوره هبه الثالثه على المحافظه، الدكتوره مها الثالثه على مدرسه الابطال. وان شاء الله باذن الله كنا نعملها ثاني السنه الجايه، واكيد ان شاء الله هنعملها. نبدا الحفله ان شاء الله باذن الله بكلمه الاستاذ شريف المصري. السلام عليكم الاول. طبعا اولا انا بتكلم عن الطلبه، انا بحب اشكر اولياء الامور على حسن التربيه وعلى العلم اللي هو شايفينه احنا في ولادهم. والحفله اللي انا عملتها المجي كانت فيها المجموعه اللي قاعده دي، فهم طبعا شافوا حفله المجي، وفي نفس الوقت انا حبيت اجيب بعض الناس الاخرين علشان انتوا كمان شايفينهم، يبقى هو قدام عينيكم الرؤيه. واتمنى ليكم جميعا ان انتوا تمشوا بنفس المستوى. والناس دي كانوا زيكم بالظبط، ولكن هم ربنا كرمهم وقدروا
بشكل راقي جدا، واتمنى لهم الحفاظ دائما على المستوى ده. يعني انا ببارك لمي اولا على ان هي قدرت السنه دي في الكليه بتاعتها تجيب امتياز وتاخد الكارير اللي هي عايزاه انها تقدر توصل، لان هي عايزه تبقى دكتوره في المجال بتاعها. اما الاطباء بتوعنا بقى فانا فعلا فخور بيكم جميعا، واتمنى يا رب كده اشوف كل الطلبه بنفس المستوى كده ان شاء الله، ربنا يوفقكم. عايز بقى هم بقى كمان يكلموكم، وهم اكتر ناس يقدروا يوضحوا لكم الرؤيه ويقدروا يعرفوكم ازاي تتعاملوا في الفتره الجايه، ويا ريت تسمعوا منهم لان هم فعلا مروا بالتجربه دي. ويا ريت كل الناس اللي واقفين يبقوا شايفين نفسهم كده. اتمنى ان اشوف منكم حد في نفس الشكل دوت في نفس الحفله دي السنه الجايه باذن الله. شكرا اتفضلي. شريف. حاجه ثانيه خارجيه. يعني تبقوا عريس الاثنين مع بعض 100 100. ربنا يوفقك. مجرد طالبة بس كنت بسمع كلام المدرس، أو كنت متوترة جدا وما كنتش حتى أنا اليأس كان ممكن يحطمني في أي وقت، أو كنت حاطة أمل وأقول يا رب يعني بدعي ربنا يا رب أطلع الأولى، يا رب أجيب مجموعة أشرف بيه بابا وماما والمدرسين اللي تعبوا معايا طول السنة. بس كنت دايما بروح أحس مستر شريف. بصراحة لازم حصة لا اللي هو كنت ابقى مذاكره درس، ممكن اكون محضره درس وقريت اليونت قبل ما اجي وذاكرت الترجمه والترانسليشن وكل حاجه، واروح عشان ابقى لما المستر يتكلم اقول بقى المستر بيطلع بيقول الترجمه كذا كذا، انا بقعد زي الكورس اللي انا قاعده عليه مش اي حاجه. طب انا مذاكره يا مستر وكل حاجه. انت متخلفه على فكره. انت مش حاجه، انت مهما وصلتي اصلا اوعي تفتكري نفسك ان انت خدتي حاجه او انت ممكن تضيعي السنه دي. بصي كده مي اسامه عملت ايه مكناش كان دايما اللي هو انا مهما عانيت مش هعلى على المدرس بتاعي. انت كنت دايما بروح مهما حصلت في تانية، كنت جايبه مجموعه 204 في تانية برضه مع يعني اللي هو كان دايما يقول لي ما تحطوش في دماغك عشان ما تتغريش، نفس المجهود او اكتر كمان عشان تحافظي على مستواكي. كنت نفس المجهود تقريبا، بس هو كان السبب. كنت بروح اقول لمستر انا عايزه بعد الحصه اقول له يقول لي تعالي اتفضلي قولي الاسئله اللي انت عايزاها لحد ما تقريبا بيزهق مني، اللي هو خلاص انا اتغريت عشان عندي حصه، اقول له خلاص ماشي انت المره الجايه، اقول له خلاص المره الجايه. الاسئله دي ما كانتش بتخلص، كنت بحل اللي هو كتير، وكان يقول ما تجيبيش كتاب خارجي، انا كنت بجيب بصراحه. كان يقول ما تحلوش، انا حاطط، انا كنت عارفه ان كتاب ورك بوك وكتاب كل الكتب الخارجيه كانت في المنزله، بس كنت بحلها مره واثنين وثلاثه ده عشان انا ارتاح نفسيا بس مش اكتر. بس في الاخر كله اللي انا ذاكرته قبل الامتحان وكل حاجه كانت المنزله، بس انا ارتحت في الاخر. يعني هتعب طول السنه مع المستر ومع الاسئله ومع الترجمه اللي ما كناش بنشوف زيها في الكتب الثانيه، اللي هو كلمات جايه من كوكب تاني، بس كنا يعني بنتعامل. بس الكلمات كانت صعبه طول السنه، بس بنيجي في اخر السنه بتلاقي كلمات في الترجمه ولا حاجه، اللي هو ده مش مستوانا، احنا حلنا اصعب من ده بكتير. بس فانت بتتعبوا طول السنه ان شاء الله، يعني هتلاقوا اخر السنه، بس تعبوا بس مجرد وتنظيم الوقت.
منظمه الوقت اللي هو انا ما كنتش زيها، هي كانت بتصحى بدري وبتنام بدري، انا ما كنتش زيها. انا كنت بنام الساعه 2 واصحى الساعه 8. كنت بنام 6 ساعات وكان ممكن انام بالنهار، بس كنت اللي هو الفتره اللي اقعدها كنت اقعد اذاكر عشان خاطر الدرس اللي عندي. بعد ما اجي من الدرس ببقى حاطه ليميت معين للوقت اللي هقضيه في الدرس، ما كنتش بتعداه، يا اما كنت بقضي اقل من كده، يعني اكتر من كده ما كنت بستغل كل حاجه بتحصل في الحصه، اللي هو كنت بقعد حتى مهما وصلت، مهما انا مذاكره اليونت برضه بسمع وبكتب، حتى لو عارفه المعلومه اللي المستر بيقولها بيكررها كذا مره كنت بكتبها تاني وتالت عشان بس اني احفظها بس مش اكتر. فاللي هو انت عندك هدف معين حاطاه قدامك، انا عايزه اطلع دكتوره ناجحه، انا عايزه اطلع اخش طب، عايزه احقق امل بابا وعايزه احقق امل ماما، عايزه المدرسين اللي ادوني في يوم من الايام يبقوا ليهم شرف ان هم ادوني في يوم من الايام، ما بقاش مجرد طالبه عدت وخلاص. ده كله كان قدامي، الحمد لله مش يعني الحمد لله ربنا كرمني. بس مش هقول لكم غير التزموا باللي المستر بيقول عليه، سواء اي مدرس في اي ماده، الكلام اللي بيقوله فعلا هو ده، لان هم فاهمين اكتر مننا، هم عارفين الامتحان بيجي ازاي، الاسئله بتيجي ازاي، مستوى الامتحان عامل ازاي. انا ما كنتش بعمل حاجه غير مجرد بسمع كلام المدرس بس، ممكن ازود عليه لكن ما قلتش منه. بس ربنا معاك يا رب. طبعا قبل كل حاجه بشكر مستر شريف اللي هو فعلا انا في خلال السنه كنت غير منه من حب تغيير ليه. كل ما يعني احنا في البيت ما فيش حد يجيب يجيب سيره مستر شريف بالكويس يعني نقفل. فحتى لما كنت اشوف مستر شريف مثلا تغيير جات وراحت والحصه اتلغت كنت انا اتنرفز طبعا، اب وخايف على بنت اتنرفز. طب والوقت ده ليه؟ طب ما قلتوش ليه قبل ما تيجي؟ قبل ما تمشي اتصلوا بيها يا ناس. ف يعني هي كانت برضه تلطف من عليا وتعمل لي مش عارف ايه علشان برضه مستر شريف ده هو التوب. انا بشكر جميع الاساتذه اللي درسوهم، وبشكر الاخت مي اللي هي كانت دافع ليهم السنه اللي فاتت، وربنا يوفقهم كلهم، وعايزكم انتوا تكونوا احسن منهم ان شاء الله. يعني انتوا كلكم بناتنا وكلكم اولادنا، هم ما عملوش المستحيل، هم ذاكروا بس وتعبوا واجتهدوا في دراستهم. وهو يحطوا يعني ان الثانويه دي هي زي ما قالت مها وكلهم، هي خوف مش اكتر، لكن مش هي نهايه المطاف ولا اللي توصل كليه. يعني التعليم ده تدرج، واولى طب طبعا اصعب من ثالثه ثانوي كتير، واولى صيدله اصعب، واولى يعني المهم مش هي ثالثه ثانوي، هي بس هي عشان بتحدد مسار الطالب، فبتكون هي عامله مشكله للاباء والامهات وللطلبه نفسهم. لكن ذاكروا وشدوا حيلكم وكونوا مع المستر بتاعكم، شوفوا ملاحظاته ايه في الدراسه، ما تأهملوش. وقاعد 3 شهور ان شاء الله ربنا يعدهم لكم على خير. ونفسي كده نيجي السنه اللي جايه ليكم كلكم، مش بس ال3 أو 4. نفسنا كده الاولاد بتوع مستر شريف يكونوا الاول على الجمهوريه ان شاء الله. وبشكره جدا على اهتمامه باولادنا وهو الدافع ليهم. وبشكر جميع الاساتذه اللي درسوهم، شريف نعمان، مستر انا عبد الواحد، انا مش خاطره يعني كل يعني الناس بيحبوهم كلهم، بس مستر شريف هو طبعا ايه التوب، علشان هو اللي مهتم وهو اللي بيعمل الحاجات الحلوه دي، وهو اللي بيخليهم الماده بتاعته لازم تتقفل. واهتموا باللي بيدرسوا مستر شريف واجتهدوا واتعبوا ال3 شهور اللي جايين دول عشان خاطرنا، عشان ما تحرموش ابوكم وامكم من الفرحه دي فرحه احنا مستنيينها. وربنا يوفقكم ان شاء الله. واشكره مره ثانيه لان هو كان ولي امر دول كلهم، مش بس بنتي، ده ولي امركم كلكم، وهو بيدافع عنكم، وهو الراجل يمكن عامل اكتر مننا، واحنا ما اللي احنا بنهيئوا لها بس الجو في البيت، بنساعدها اتمنى لكم كلكم تكونوا احسن من دول ان شاء الله السنه الجايه. ونفسنا نحن
يكون السنه الجايه زي كده، بس ما يكونوش 3 ولا 4، يكونوا 50 60 واحده منكم ان شاء الله. واشكركم والسلام عليكم. زي ما انت عايز بقى عليه بقى، خش عليه صور وخده زي ما انت عايز بقى كده، استنى بقى كده. استاذ وائل، انا احب اشكر بقى اداره السنتر واستاذ وائل على التنظيم اللي هو عمله، اللي انا نفسي فوجئت بيه بالشكل ده. يعني شكرا يا استاذ وائل.